ولكن حقيقة الأمر بعد أن وصلت أول القافلة إلى مدينة رأس العين سريكاني، حدثت أمور لم تكن بالحسبان. على الرغم من أنه لا بد أن يكون هناك التحضير الأمني من كل النواحي، ولكن قامت بعض الشخصيات التي لا ترغب بالاستقرار ولا ترغب بعودة الأهالي إلى بيوتهم كما حصل لأهالي عفرين، واستكمالا لآلية الدمج، ونطلق على هؤلاء بحقيقة الأمر بأنهم مخربين، فقاموا بالتهجم على العوائل الكردية على وجه الخصوص. وهذه الشخصيات هي بالأساس هي خارجة عن القانون، وهم بالأساس ليس من أبناء المنطقة، من رأس العين سريكاني، من أماكن مختلفة. كان لابد من أن يكون استقبالا لأهالي المنطقة والوصول إلى بيوتهم، وكذلك يقوم الذين موجودين في رأس العين سريكاني أيضا بالتوجه إلى مناطقهم إن كان في الحسكة أو في ريف دير الزور. على هذا الأساس تمت بعض الأحداث التي أدت إلى تكسير السيارات والاعتداء على بعض الشخصيات ومن العوائل الكردية التي ذهبت إلى بيوتها ومنازلها. وهذا حقيقة الأمر أمر غير مرغوب ومدان بكل العبارات ومن كل القوى الوطنية والمجتمعية والعشائرية. كون مثل هذه الأحداث هي تؤدي حقيقة الأمر إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وهم يتحدثون أحيانا باسم العشائر وأحيانا يتحدثون باسم قوى ثورية، وهم بعيدين كل البعد عن هذه الأخلاقيات الثورية والأخلاقيات العشائرية. وتم إيقاف استمرار